في هذه الأيام المقبلة إن شاء الله، ونحكي كذلك على تكريمية للراحلة وردة الجزائرية مع جمعية الكلمة، وأسعد باستضافة كل من بلال الوراري وصديق بحري. صباح الخير، مرحبا بكم. صباح الخيرات مصين، كيف الأحوال؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. على كل إن وليتوا من أهل الدار، يعني تعودنا عليكم من خلال البرنامج صباح الخير، النشاطات ديالكم المكثفة اللي تقدموها في الساحة الثقافية الجزائرية بنا. من أهل الدار والديار طبعا. شكرا مصين، شكرا لكل طاقم صباح الخير وطاقم التلفزيون الجزائري. جمعية الكلمة للثقافة والإعلام صراحة في الذكرى ال50 لاسترجاع السيادة الوطنية، وبهذه المناسبة يعني طيلة سنة كاملة وعقدنا العزم على أن نحضر برنامج خاص، وبرنامج لا نقول نحن من نقول ثري، لكن الجمهور المثقفين وزملاء في كل التراب الوطني هم من يتكلمون، وهم من لهم صلاحية الحكم في نشاطاتنا وفي مدى ثقة الجمهور فينا. وكذلك المنشد يعني صديق بحري حاضر في النشاطات اللي تقدموها. صديق، كنا في الاحتفالية الخاصة بالأطفال، هل قدمت حاجة يعني للطفولة الجزائرية في هذا اليوم؟ أكيد اجتمعنا نحن لا نقول مثقفين شباب، نحن اجتمعنا كمسرحيين من أجل أن نزرع البسمة في هذه البراءة في أطفالنا. فكانت يعني مناسبة عيد الطفولة كانت مناسبة بالنسبة إلينا أمر مهم كثيرا، إلا أن سعينا من وراء ذلك ووضعنا كل مجهوداتنا من أجل كما سبق قلت زرع البسمة في الطفل. طبعا يعني وانتم حتى في عيد الطفل بالمناسبة في حديقة الحامة، وقمنا بتكريم، لا نقول تكريم فقط ولكن هي بأضعف الإيمان التفاتة لمن لا يعرف جدو حقي، واحد من الأسماء الحكواتي السوري الجزائري. كبرنا على سماع، كبرنا على جدو حقي يا حلوة يا فراشات، وكل هذه الكلمات الطيبة. جاء رغم تعبه ورغم مرضه ورغم كل شيء، جاء إلى حديقة الحامة بحضور فنانين، بحضور الأستاذ الممثل أرسلان، وبحضور كل الزملاء في جمعية الكلمة، وعلى رأسها الإعلامي عبد العليم زغيش، وكل طلبة الجامعة من أعضاء الجمعية، وكذلك كل الإطارات حضروا، لدرجة أن أرسلان بكى في هذه التكريمية بحديقة الحامة، والصورة ربما أقوى شاهد مصين. فأردناها موعدا للبسمة في كل مرة. ذات شيء قمنا به قبل ربما أسبوع في مكتبة اسمها النجمة الذهبية، صمدت لأكثر من 60 سنة في ديدوش مراد، صمدت في وجه محلات الساندويتش والفاست فود. مكتبة قاومت، اسمه عمي مولود، كرمته جمعية الكلمة لا لشيء سوى لوفائه للكتاب الورقي في ظل الزحف الإلكتروني، لكنه بقي كذلك. عمي مولود الذي زاره إلى مكتبته أحمد بن بلة الراحل المرحوم أحمد بن بلة، وزاره كاتب ياسين، وزارته آسيا جبار، وكذلك مولود معمري والطاهر، كل هؤلاء زاروا هذه المكتبة وخلدوا أسماءهم بتفاصيل القلم. ففي كل مرة كذلك في احتفالية اليوم العالمي للصحافة قدمنا على مبادرة، وهي بالتنسيق مع جريدة الديار، مبادرة في قاعة الأطلس بباب الواد. أكثر من 12 إعلامي جزائري تم تكريمهم من طرف جمعية الكلمة للثقافة والإعلام، بينهم الإعلامي كريم بوسالم، ليلى بوزيدي، وكذلك مختار سعيدي، والعديد من الإعلاميين. طيب، الكثير من النشاطات كنتوا قدمتوها من خلال جمعية الكلمة، كان فيها إشراك للشباب، كانت فيها الكثير من المواضيع المتنوعة. أنا حابين يعني نحليو هذا اللقاء صباحي، ما دام أنه حاضر معنا منشد، حابين نسمعوا شيء من صوتك. أكيد إن أردنا أن نسمع عن الجزائر أو نسمع أنشودة عادية مصرية. إلى مسك الغنائم والقادم المستغانم. نعم، أكيد. تفضل صديق. للجزائر، وتزامنا مع ذكرى ال50 لاستقلال الجزائر، نقدم هذه إلى الجزائر الأم. نقدم أكيد سنبدأ ب تفضل. جزائر يا الخضراء انت انت يا وردة حمراء
يا وردة حمراء في الجنان بحروسة موليداتك الشجعان جزائر جزائر انت يا عروسة انت يا عروسة بحلة بيضاء جزائر الثقافة والفنون الثقافة والفنون العود والقانون جزائر جزائر شحال فيك من خيرات انت يا الهضاب وصحراء جزائر يا الوردة جزائر حبيبتنا. أكيد. وعندما أقول الجزائرية الخضراء نحن لا نعني من وراء ذلك أي خلفية سياسية، وإنما دائما في إطار الفن. والجزائر خضراء بواحاتها بمزارعها، والجزائر وردة، وكل هذا الأحمر والأبيض والأخضر يعبر عن ألوان الراية الوطني يا أخي مصي. وهذا الألوان هي اللي يعني ساكنة في الوجدان وساكنة في أكيد. قلوبنا وتسري كذلك في عروقنا. طيب بلال، نحكيو في الأخير على الموعد اللي راح تكون عليه جمعية الكلمة، وش راح تنظموا في هذا الأيام المقبلة إن شاء الله؟ والله طبعا هي تلقينا العديد من ربما الأناس الفضوليين حتى من الزملاء الإعلاميين يسألون عن بالضبط من سيكون فارس هذه التكريمية، ولو أنه جميع الفنانين وجميع الذين قدموا إن صح التعبير للفن النظيف طوال سنوات المحن التي مرت بها الجزائر وطوال الجزائر التي ورغم أنها تمر بالمآسي وتمر بكل هذه النكبات والابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، لكن أبنائها من سفراء الفن وسفراء الثقافة وسفراء الكلمة الطيبة بقوا صامدين ولم يفرطوا في هذا الوطن. سيتم تكريم بعض الفنانين، وسيحضر دعوة موجهة لكافة الفنانين وكافة الممثلين وكافة المبدعين بصفة عامة في الجزائر لهذه التكريمية التي حضرنا مفاجأة يعني حضرها لنا الزميل الطيب العيدي من الأغواط، يعني وهي لوحة فنية مصنوعة على الطريقة الأغواطية التقليدية الأصيلة بالتراث الأغواط، مرسومة بتقنية الباستيل أو بتقنية الرمل، وهي لفنانة وأميرة الطرب العربية التي فقدتها الجزائر وفقدت واحدة من أعمدة الفن على المستوى العربي بصفة عامة، الفنانة القديرة ورد الجزائرية التي أبكت الجميع في رحيلها، لكن رحلت عشية الذكرى ال50، لكن ستظل دائما في الذاكرة طبعا. وهي التي غنت للكفاح وغنت للحياة وغنت لكل شيء، غنت للبراءة وغنت للأمل وغنت للمظلومين وللمحرومين وغنت لكل ما هو جميل في هذا الوطن مصين. والفن والتراث الجزائري والثقافة الجزائرية كذلك ستظل شاهدة على هذه الأعمال التي قدمت في هذا الريبرتوار الفني الكبير والعريض اللي قدمته الراحلة وردة الجزائرية. طيب في الأخير عندك حاجة حاب تهديها للجمهور؟ هي لدي أنشودة، يعني لدي صديق من العراق وأحييه، هو وفي لحصة صباح الخير، يحب هذه الأنشودة وإن لست أحفظها كاملة، لكن سأقدمها له كهدية من خلال الجزائر. أكيد من الجزائر إلى العراق. نعم. أهو الرسول أهو من يهوى أهو من يهوى قسما بمني من فضله على هذه فقط، ربما فقط من الجزائر إلى العراق. نعم. على كل شكرا جزيلا على حضوركم معنا. ممكن عندك إضافة؟ طبعا مصين لكل الراغبين في
كما يقال جمعية الكلمة للثقافة والإعلام. طبعا على موقع التواصل الإلكتروني جمعية الكلمة للثقافة والإعلام في الفيسبوك، والتي كذلك العديد من الزملاء الإعلاميين قاموا بإنشاء قناة إلكترونية اسمها كلمة شانل، كلمة على الفيسبوك كلمة شانل. وكذلك مرحبا بكل الجمعية الكلمة، كذلك دورات تكوينية لمختلف الراغبين في اقتحام عالم الصحافة والمهنة الأكثر جاذبية في العالم. إن شاء الله. مرحبا بكم. موعد يوم الثلاثاء بقاعة الأطلس إن شاء الله في باب الواد على الساعة 3 زوالا، ومرحبا بالجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا إذن لكل من بلال لوراري وصديق بحري على حضوركم معنا. جمهورنا الكرام، ما زلنا دائما في إطار هذه الرحلات الصباحية والخدمات الصباحية كذلك لنقترحها على كل ناسنا وأحبابنا اللي راهم يتابعوا فينا سواء من داخل الوطن أو من خارج الوطن. وجهة سياحية أخرى كذلك يروح لها الكثير